جرى ايه يا سيدي عبد الحفيظ؟ ايه اللي بيحصل للاهلي ده؟ بقى الاهلي ملك افريقيا وعم انديه العالم، يبقى في المركز الثالث في جدول الدوري، وبيراميدز الكومبارس والزمالك بتوع البليله يسبقوكم كده. هنعمل ايه بس يا معلم جوزيه؟ نصيبنا كده. ربنا ابتلانا بمدرب اسمه ترب، خرب الدنيا وبهدل الفرق. الله يحرق الدنمارك واللي يجي منها. طب وده اسمه كلام برضه يا ابو السيد؟ في حد يروح يجيب مدرب من الدنمارك؟ ده اخره يبيع جبنه فلامنك في اولاد رجب. بس الحق يتقال، عمل ماتش حلو قدام الزمالك ورقعهم 3 تجوان من الاخر. لا لا يا معلم جوزيه، ده انت فاهم غلط. ده احنا حلفنا عليه بالطلاق، ماليه دعوه بالفرقه ولا بالتشكيل قبل الماتش بتاع الزمالك ده. وقعدنا احنا مع بعض كده وظبطنا الدنيا. يا سلام، فين ايامك يا كبير؟ لما كنت في الاهلي ده انت كنت خاربها. ايوه ايوه يا واد يا ابو السيد، دي كانت احلى ايام. ده انا كنت بنيم افريقيا دي كلها من المغرب، والزمالك دول كنت بفوز عليهم بالستة، وما كانش بيبقى عاجبني، وما فيش لاعب كان يقدر يقول لي بم ولا يتكلم معايا. تعال شوف دلوقتي اللعيبة بتتنطط علينا ومش عاجبهم اي حاجة، وعايزين اهم حاجة ياخدوا ملايين وخلاص. ده احنا على ايامك اللي كان بيمسك في ايده 100,000 جنيه كان بيفكر يعتزل. وهم اللي موجودين اليومين دول لعيبه برضه يا ابو السيد. ده انا كان على ايامي ابو تريكه وبركات وائل جمعه كانوا يلعبوا معايا ماتش النهارده، وتاني يوم يروحوا المنتخب يجيبوا بطوله افريقيا على طول. ده ايام ما تتعوضش يا معلم جوزيه. طب انت ايه رايك دلوقتي؟ محتارين في مدرب ومش لاقيين حد زي الناس، ولا في افريقيا ولا في اوروبا. بقول لك ايه، ما تيجي انت تدرب الاهلي وترجع الامجاد بتاع الزمان. لا يا سيد يا ابني، انا خلاص كبرت في السن وبطلت الشغلانه من الاساس، وفاتح محل بلاي ستيشن كده على الضيق عندنا في البيت، اهو بسترزق منه خلاص.